أعزائي ساداتي أهلا بكم في حلقة جديدة. دي إعراب صح؟ جرامر مظبوط. جديدة من اسم معطوف. أنت بتألفي اسم معطوف مجرور. احنا عارفين احنا نتكلم في ايه. احنا برنامج المهم عندنا سؤال حلو. طيب جالنا سؤال حلو من هوائه على اليوتيوب. أول جزء من السؤال بيقول هل القهوة بتساعد على فرط الحركة؟ تاني جزء من السؤال ما هو ال ADHD؟ تالت سؤال اضطراب نقص الانتباه فرط النشاط اسمها اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة. الاستوديو ممكن يشرح لنا الإجابة دي لحد ما نخش في التاني، بس مش هو ده هو ال ADHD. لو هو مرض ليه ملوش اختصار بالعربي؟ المرض اللي هو مشهور دلوقتي اللي هو كل واحد هتكلمه اليومين دول يقول لك ما تتكلمش معانا، عندي ADHD. انا مش مجنونة، انا عندي حاجة اسمها ADHD وعشان كده انا عاملة كده، فهموا بقى. هنخش في السؤال. اول جزء من السؤال المهم هو يعني معرفش اذا كان اليوزر هوائه عنده فكرة ان الاثنين دول متوصلين ببعض ولا لا، بس اول جزء من السؤال هو القهوة بتساعد على فرط الحركة. الاجابة ممكن تساعد على فرط الحركة. هي القهوة بتعمل ايه؟ القهوة ما بتديش طاقة وما بتديش حيوية زيادة. هي القهوة بتوقف الاشارة اللي جاية من مخك اللي بتقولك ان انت تعبان. يعني انت وانت تعبان مخك بيقعد يفرز حاجات يقولك يا ابني روح ارتاح روح نام. القهوة بتعمل ايه بقى؟ بتعمل بلوك للحاجة دي اسمها ادينوسين، ودي بتعمل لها بلوك، وفايه انت بتبقى خلاص مش عارف انك تعبان، بس انت بيبقى طالع عينك وتعبان جدا بس انت مش واخد بالك. فده ممكن يؤدي انك عندك طاقة زيادة او حاسس انك عندك طاقة زيادة، بس انت بتبقى ممكن تقلب بتوتر برضو لان ممكن تعمل حاجات. ونخش على اللي بعده. الاستوديو كده تمام. الاستوديو عنده استفسار ليه بيعمل فرط حركة وليه بتعمل حاجات في المغز البيبي. اول جزء من السؤال فرط حركة ده زي ما شرحت هو بيوقف لك الاشارة اللي جاية من مخك اللي بتقولك انت تعبان، فبالتالي بتحس انك فايق وبتحس انك عندك طاقة وبتبقى عايز تتحرك وتفرك، وبعدين ممكن تخش لك بقى في مشاكل في التركيز لان انت اصلا كده تبقى تعبان، فانت تعبان ومش عارف انك تعبان، ففي حاجات كتير بتحصل. موضوع البيبي ده هو انت لما بتشرب قهوه خاصه على بطن فاضيه بتسهل المجاري، يعني كده محدش يفهم كده. بتيسر الامور، بتيسر المجاري، بتمشي الاحوال. القهوه دي عباره عن مخدرات. انا عارف ان في ناس كتير قوي مش مقتنعه انها مخدرات، بس هي مخدرات. هتقول لي ازاي مخدرات؟ احنا لو خدنا القهوه دي وشيلنا كلمه قهوه واديناها لاي حد وبدا يتعاطاها هيبدا يدمن، لان المخ بيبدا يفرز ادينوسين اكتر، لان هو الادينوسين اللي عنده اللي بيقول له ان الجسم تعبان بيبدا يتصد، فبالتالي الجسم بيبدا يطلع اكتر، فبيبقى عندك نوع من انواع الفيزيكال الادمان على المخدرات دي. فانت لو شربت مخدرات الجسم اول حاجه بيعملها لو في حاجه مش عايز يحتفظ بيها او حاجه هو مش عارف هي ايه، دايما بيحاول يطلعها. فجزء من ان هو يطلعها هو ان هو يمشي لك الدنيا من تحت يا اما من فوق. فده اول جزء من السؤال. تاني جزء من السؤال ما هو ال ADHD؟ ال ADHD ده مش خشب، ده بنعمل باركيه. Attention Deficit Hyperactive Disorder، صح؟ الكلام ده مظبوط في الاستوديو عنده. برضو هنا في الولايات الملتحمة بيدوا العيال الصغيرة بيدوهم نوع من انواع الميث ده هو مش بالظبط نفس الميث اللي بيتعاطوه في الشوارع في المخدرات او زي بريكنج باد، بس نوع من انواع الميث، وده بيخليهم يركزوا. هو المشكلة ان ال ADHD ده عبارة عن وهم لمعظم الناس. يعني انا ممكن اقول ان حوالي 99% من الناس اللي شايفين عندهم ADHD هم ما عندهمش ADHD، بل عندهم حاجة تانية. هو بيقولك attention deficit يعني نقص في الانتباه، بس هو المشكلة هو مشكلة اهتمام اكتر من ما هي انتباه. لان انت لو بتعمل حاجة انت مهتم بيها او حاجة انت بتحبها تقدر تركز في الحاجة دي لمدة طويلة جدا جدا جدا، فهي ده معناه ان انت عندك الانتباه سليم. بس المشكلة في ايه؟ في انك مش مهتم. هتلاحظ ان معظم الناس اللي بتقول عندها ADHD عندهم حتة فنية كده، بس الامر الواقع ان ربنا خلق ناس بتحب الفن والناس بتحب الدراسة والناس بتحب الحاجات كتير، وشايف ان لو واحد مش مهتم او مش حابب الحاجة اللي هو مركز فيها مش هيعرف يركز فيها. فهي مشكلة مش مشكلة تركيز بل هي مشكلة اهتمام. لكن في ناس ممكن تكون قلة قليلة جدا هم اللي عندهم الحتة بتاعت اللي هو ايه فعلا ما بيعرفش يركز في حاجة لازم يتحرك. دول اعتقد قلة قليلة. قالوا لي لو انت جبت 5 من 10 في واحد من الاثنين دول انت عندك كده ADHD. انا معقد. وبرضو بيعملوا بريسكريبشن للميث ده وهم بياخدوا نسبة هنا، يعني بياخدوا نسبة، يعني هو في صالحهم ان انا يطلع عندي ADHD. اول ما سألتني انت كنت عامل ازاي كطفل قلت لها كنت بطرد من الفصل على طول. قالت لي انت عندك ADHD 7، اديني 7 في واحد و9 من 10 في التاني. فانا
بتحرك كتير وكمان ما عنديش تركيز المفروض. بس الحمد لله تخرجت ونجحت. لو عندك موتيفيشن، اهم حاجه الموتيفيشن. صح الاستوديو معايا لسه معايا؟ اعيد من اول حلقه، نلغي الحلقه دي. تاني حاجه، في حاجه اسمها البلاسيبو افكت. البلاسيبو افكت ده لو واحد مقتنع ان هو عنده حاجه، عنده مشكله، دايما بتحصل فعلا، المخ بيعرف يعملها. والعكس صحيح، لو واحد عنده لو ادوله حبايه فيها سكر وقالوا له دي هتشفيك من الاي دي اتش دي، سبحان الله هتلاقيه بيركز اكتر وزي الفل وشغال. فجزء من الاي دي اتش دي دلوقتي بقى ان الواحد بيقول لنفسه ان انا عندي اي دي اتش دي، او دكتور بيقول له انت عندك اي دي اتش دي، فبتبدا ترجع له تاني عشان هو كده مصلحته انك تفضل ترجع، ويديك روشته فيها برشام وياخد هو نسبه، فانت كده بقيت زبون. فهو اقنعك وانت قمصت الموقع ولبست الطاقيه بتاعت انا عندي اي دي اتش دي، وبقيت بتقف في طريقك. احب اقول لاي حد شايف ان هو عنده اي دي اتش دي، جرب تشوف حاجه انت مهتم بيها واعملها، وشوف لو الحاجه، او فكر في حاجه انت كنت مهتم بيها قبل كده وبتعملها، وشوف بتعرف تركز فيها ولا لا. لو بتعرف تركز فيها فانت ما عندكش اي مشكله في التركيز، بل انت بتعمل حاجه انت مش مهتم بيها. جايلنا سؤال برضو استفساري من الاستوديو. طب والجزء الثاني من السؤال اللي هو ليه علاقه بالهايبر اكتيف والحركه. طيب دلوقتي سبحان الله، الواحد لما بيتولد كطفل، لو بصينا على حتى كائنات مختلفه، هتلاقي ان الطفل طبيعته ان هو بيتحرك وبيفرك وبيحاول يستكشف العالم اللي حواليه. فاحنا بقى ايه قلنا؟ لا، احنا هناخد الطفل ده هنحطه في صندوق لمده 8 ساعات ومش عايزينه يتحرك. ده مش طبيعي. طبيعي ان الطفل يبقى عايز يتحرك، طبيعي ان الطفل يبقى عايز يستكشف العالم اللي حواليه، لان كل حاجه حواليه جديده وعايز يكتشفها. فده ممكن الناس تقول لي لا انت بتستهبل، انت عشان انت كنت بتتحرك كتير وانت صغير وما اعرفش ايه. بس جزء معين من الحركه طبيعي ان الواحد يبقى عايز يتحرك وعايز يستكشف الدنيا اللي حواليه. حتى كناس بالغه من سن الرشد والثقافه والعلم، لسه ممكن برضو يكونوا متحمسين لحاجه لو هم قاعدين في مكان واحد بقالهم كتير وعايزين يطلعوا يستكشفوا الدنيا والعالم وكل الحاجات الجميله اللي فيه. فعادي، ده طبيعي. بس في ناس فعلا ما بتعرفش تثبت لمده سنتين، دي بقى الناس اللي ممكن تصنف بهايبر اكتيفيتي او نوع من الحاجات دي. بس انت لو هو عايز تنزل من البيت عشان بقالك 4 ساعات في البيت، طبيعي. لو قاعد في الفصل بقالك 8 ساعات وعايز تنزل تلعب كوره، طبيعي. لو اي حاجه من الحاجات دي طبيعي. مش كل حاجه اي دي اتش دي. ليه ملوش اختصار بالعربي؟ بحس ان العالم الفلسفه والدي ام اس 5 والحاجات دي كلها يعني متاخره شويه عندنا في العالم العربي ومش معترفين بيها، لان هو دايما بيقول لك بطل يلا هبل يلا وروح روح 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 اتشطف وتعالى صلي ركعتين وكده. بحس ان في ناس اللي هو بياخدوها كده، اللي هو انت استرجل كده ومالكش دعوه باي حاجه مخك بيعملها. لكن ده غلط برضو، لان المخ زي اي عضو في البني ادم ولازم نعتني بيه ونسمعه ونركز معاه وننفضه ونمخمخه. هو زي الدواء كده دايما بيقول لك ميكروكروم معرفش، بياخدوه زي ما هو كده يحطوه بالحروف العربي ويمشوا الدنيا. نقفل الحلقه احسن. خلاص الاستوديو بيقول كفايه هري كده. ولو انت حاسس ان عندك اضطراب نفسي باي نوع من انواع، اعمل سبسكرايب لان انت هتتبسط جدا هنا، وحط سؤال يمكن حد تاني عنده نفس السؤال ونجاوب على اسئله. ومتشربش قهوه 12 ساعه قبل النوم، لان الادرينالين والكافيين اللي في الجسم بياخد 12 ساعه قبل ما يطلع من الجسم. لو عايز تنام احسن وتحسن في حياتك وتركز اكتر في كل حاجه، خلي بالك من نومك وخلي بالك من اكلك وصحتك، وما تقعدش مع ناس توكسيك وما تكلمش ناس في الاستوديو. وفي الحركه بركه. ولو عندك سؤال حط سؤال في الكومنتس، ونعتذر جدا على التاخير، بس ان شاء الله هنكمل وهنعمل حاجات حلوه، وفي بلاوي بتحصل بس احنا ان شاء الله هنكمل. ونلقاكم في الحلقة القادمة.